ايه هو التصريف التاني للفعل؟ عرفنا يعني ايه في فيديو قبل كده هو يعني تصريف اول وبستخدمه في ايه للفعل، وعايزين نعرف دلوقتي مع بعض يعني ايه تصريف تاني للفعل وبستخدمه في ايه. التصريف التاني للفيرب، بجيب الفعل العادي جدا في المصدر اللي هو بقى فيه تو، بشيل تو اصبح كده في اول تصريف. لو الفعل ده منتظم بحط له اي دي، بحط الفعل اي دي اصبح كده الفعل في التصريف الثاني. يبقى بحط الفيرب اي دي اصبح في التصريف الثاني. التصريف الثاني بستخدمه باني بعبر عن الباست سامبل، يعني بعبر عن الماضي البسيط. يعني ايه؟ لما مثلا ايه I spoke، speak التصريف الثاني منها spoke، I spoke يعني انا اتكلمت. لكن speak verb غير منتظم. طب الافعال المنتظمه والغير منتظمه بعرفها ازاي؟ هي ملهاش قاعده، هي في افعال بتتحفظ على انها منتظمه وافعال بتتحفظ على انها غير منتظمه، هي بتتحفظ كده. فهي ملهاش قاعده، هما مش كتير قوي يعني. الافعال الغير منتظمه المهمه المستخدمه كتير مش كتير قوي. فمش الموضوع مش فيه صعوبه كبيره قوي لانها افعال مش كتيره قوي. فلكن الافعال الغير منتظمه بتتحفظ زي ما هي كده. التصريف التاني للفعل بتكلم فيه عن الماضي. يبقى استخدام التصريف التاني بستخدمه في الماضي البسيط.